المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذه الفترة. أصحابكم فيها قاسم أحمد، والبدء كالعادة بأهم ما جاء فيها. تطور التنمية في سد كركبة. إشادة باستخدام الخدمات الاجتماعية في مدينة الشعب. ورشة عمل تعليمية في قنداع. أمريكا ترفض طلب العراق أصحاب القوات وتبحث توسيع مهمة الناتو. سلطان عمان الجديد يقول إنه سيحافظ على العلاقات الودية مع كل الدول. وميركل تبحث الملفين الليبي والإيراني مع بوتين في موسكو. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أوضح المواطنون الذين يقومون بالتنمية الزراعية في محيط سد كركبة أن الفرص المتاحة والدعم المقدم مكنهم من إحداث تغيير في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. وذكر السكان بأنهم كانوا يسيرون حياة رعوية مترحلة، وقد بدأوا مزاولة النشاط الزراعي المستقر نتيجة الأرضية الممهدة لهم. وطلب المواطنون بدعم الجهات المعنية لكون أسراب الطيور الكبيرة في المزارع أصبحت فوق طاقاتهم. وأوضح مدير مشروع كركبة الزراعي السيد سيف السهية وجود 110 مزارع ينمون مساحة 220 هكتار، إضافة إلى 230 مزارع ينشطون أسفل السد. وذكر بأن الحكومة قدمت مساعدات بالأدوات الزراعية والبذور ومياه الري للمواطنين. ودعا خبراء الزراعة لإيجاد حل لأسراب الطيور الكبيرة التي تهاجم المزارع المثمرة. أشار مدير مديرية الشعب السيد أبو بكر إبراهيم إلى أن استفادة المواطنين من مؤسسات الخدمات الاجتماعية وصلت إلى مرحلة مؤملة. وقال في لقائه مع وكالة إيرنا أن المديرية تحتضن 18 مؤسسة تعليمية، منها 7 رياض أطفال وعيادة ومركز صحي، فيما يحصل 80% من المواطنين على خدمات مياه شرب صالحة، ويجري العمل لحل النواقص خلال هذا العام. وأوضح السيد أبو بكر فيما يتعلق بخدمات الكهرباء أن بلدة الشعب تحصل على خدمات متكاملة عبر محركات توليد الكهرباء، مشيرا إلى نشر التيار الكهربائي للاستفادة من محطة حرقيقو. في الختام ذكر السيد أبو بكر إبراهيم بأنهم يقومون بجهود مستمرة لسد النواقص وتنفيذ 90% من عملية تجميع القرى، فيما تعد إنجاز المهام المتبقية من برامجهم الرئيسية. هذا وتضم مديرية الشعب إدارات ضواحي شمال وجنوب منشب وتيلوك وقدقد وكيلو وشلشلة ووقيرو وودئيلو. نظمت في مدينة قنداع ورشة عمل لتقييم العملية التعليمية في مدينة قنداع في السنوات الثلاث الماضية. وأشارت الورشة إلى تحسن المشاركة في التعليم، غير أن نتائج الطلاب ليست حسب المأمول في المرحلتين المتوسطة والثانوية، داعيا لتعزيز دور ومساهمة أولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعرف على أوجه الضعف وتصحيحه. وأوضح مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان في الورشة انخفاض كفاءة الطلاب وازدياد مقاطعة التعليم في مدينة قنداع، وحث لتقوية العلاقة الثلاثية بين أولياء الأمور والطلاب والمعلمين. وقال مدير مديرية قنداع السيد عمر يحيى الحاج إن إدارته ستعمل جاهدة في جهود تحسين العملية التعليمية. وأوصت الورشة لعمل المعلمين عبر خطة وتقديم دروس إضافية للطلاب ذوي النتائج المتدنية ومتابعة أولياء الأمور لكفاءة أبنائهم وتقوية التعليم في المرحلة الابتدائية. ذكرت إدارة مديرية هيكوتا بأن تجميع القرى من أولويات برامجها الموضوعة للتنفيذ. وأشار مدير الضاحية سيد الشيخ الدين صالح
إلى أن دعم التجمع أدى إلى حرمان أغلبية مواطني المديرية من الخدمات الاجتماعية الرئيسية، مناشدا مدراء الضواحي والجهات الحكومية للعمل الجاد والنشط لإيجاد الحلول الشاملة. وأوضح السيد شيخ الدين بأن تعزيز برامج حفظ المياه وحماية التربة وتحسين إدارة المشاريع لمياه الشرب الصالحة واكتمال برامج تجمع القرى ورفع المساهمة في معايدة التعليم من أهم البرامج الموضوعة للتنفيذ في 2020. وأوصى المشاركون لسد نواقص مؤسسات الخدمات الاجتماعية مؤكدين جاهزيتهم لإنجاح البرامج الموضوعة للتنفيذ. مشاهدينا، نشرتنا لا زالت مستمرة معكم من الفضائية الإريترية، لكن بعد الفاصل فتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم على أنباء العالمية. رفضت واشنطن طلبا عراقيا للإعداد لسحب قواتها وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد مقتل قائد إيران كبير في هجوم أمريكي في بغداد، وقالت إنها تدرس توسيع وجود حلف الشمال الأطلسي هناك. وفي محاولة لتكثيف الضغط على خصمها اللدود، فرضت الولايات المتحدة عقوبات إضافية على إيران ردا على مهاجمة طهران قوات أمريكية في العراق انتقاما لمقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران خططت على الأرجح لمهاجمة سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكانت تهدف إلى مهاجمة 4 سفارات أمريكية عندما قتلت ضربة أمريكية بطائرة مسيرة سليماني. وقال بيان من مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إنه قدم طلبه خلال اتصال مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بما يتماشى مع تصويت البرلمان العراقي الأسبوع الماضي. تعهد السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الجديد بمواصلة السياسة الخارجية التي قال أنها تقوم على التعايش السلمي والحفاظ على العلاقات الودية مع كل الدول. وفي كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، دعا السلطان إلى بذل جهود لتنمية البلد المنتج للنفط والسير على نهج سلفه السلطان قابوس بن سعيد الذي توفي يوم الجمعة، وبنى دولة عمان الحديثة ولعب دور الوسيط في المنطقة. وأعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما. ولم تذكر وكالة الأنباء العمانية الرسمية سبب الوفاة، لكن حالة السلطان قابوس الصحية لم تكن على ما يرام منذ سنوات، وقضى أسبوعا في بلجيكا للعلاج الشهر الماضي. وتم تعيين هيثم بن طارق يوم السبت بعد أن دعا مجلس الدفاع الأعلى في السلطنة مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنقل إليه ولاية الحكم في البلاد. وكان السلطان الجديد وزيرا للتراث والثقافة، وعينه السلطان قابوس عام 2013 رئيسا للجنة الرئيسية المسؤولة عن تطوير السلطنة. التقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين لإجراء محادثات تتركز على بؤر التوتر في الشرق الأوسط. وتصافح الزعيمان في بداية الاجتماع الذي قالت ميركل إنه سيتطرق لمواضيع تشمل الصراع في ليبيا والنزاع السوري إلى جانب الحرب بين الجيش الأوكراني والانفصاليين المواليين لموسكو. بدوره شكر بوتين المستشار الألماني على زيارتها وقال إنهما سيركزان على الملفات الأكثر سخونة. وتعد الزيارة الأولى التي تجريها ميركل إلى روسيا منذ لقائها بوتين في مايو 2018 في سوتشي. وأفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس بريس أن ميركل ستدعو بوتين لحضور مؤتمر عن ليبيا من المزمع عقده في برلين في وقت لاحق هذا الشهر. قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية أنها تسعى إلى تغريم شركة بوينغ 5.4 مليون دولار، وذلك لأنها تقاعست عن منع تركيب أجزاء بها عيوب في طائرات 737 ماكس. وزعمت الإدارة في بيان أن بوينغ تقاعست عن الإشراف بشكل كاف على مورديها لضمان امتثالهم لنظام ضمان الجودة المتبع في الشركة.
وتعمدت بوينغ تقديم الطائرة للحصول على شهادة صلاحية الطيران النهائية من إدارة الطيران الاتحادية بعد معرفتها أن هذه الأجزاء لا يمكن استخدامها بسبب إخفاقها في اختبار القوى. وطرحت إدارة الطيران الاتحادية غرامة مدنية قيمتها 3.9 مليون دولار على بوينغ بسبب نفس المشكلة في ديسمبر لطائرات من الجيل السابق لطائرات 737 ماكس حسب ما ذكرت رويترز. وتم منع طيران طائرات 737 ماكس منذ مارس بعد تحطم طائرتين من هذا الطراز، مما أدى إلى مقتل 346 شخصا. مشاهدينا الأكارم، انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.